everybody, how are you? أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة مع أبطال تانية ابتدائي ومنهج كونكت بلس 2. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الأحمر وما تنساش اللايك والشير. يلا بينا نبدأ شرح ليسن 1 الدرس الأول من منهج الترم الأول ونقول بسم الله. Lesson 1 الدرس الأول من منهج Connect Plus 2 تانية ابتدائي بيتكلم عن greetings يعني التحيات. يلا بينا نقرأ كل تحية وبعد كده إن شاء الله أثناء الشرح هنشوف الرد عليها بيكون إزاي. أول تحية عندي hello أهلا يعني hello، أهلا يعني hello. صباح الخير good morning، صباح الخير يعني good morning. طب عندي مساء الخير بس بعد الظهر good afternoon دي معناها مساء الخير بس بتتقال على طول بعد الظهر. عندي كمان good evening مساء الخير بس بتتقال في المساء good evening. وعندي تحية كمان اسمها good night يعني تصبح على خير وحرفين الجي والاتش silent. طب وعندي حاجة كمان جملة كده مهمة جدا بتقول ايه see you soon يعني أراك قريبا. لما تيجي تودع حد تقول له see you soon أراك قريبا. وشكرا يعني thank you شكرا يعني thank you. هعيد مرة كمان قراءة التحيات دي. hello أهلا يعني hello. صباح الخير good morning. طب عندي مساء الخير بعد الظهر good afternoon. وعندي مساء الخير تانية بس تتقال في المساء good evening. تصبح على خير good night. وعندي كمان تحية تانية وخد بالك ان في جود نايت ان الجي والاتش سايلنت. في تحية تانية بتتقال لما خلاص تيجي تودع زميلك او صاحبك see you soon اراك قريبا وثانك يو شكرا. خد بالك بقى عندي حاجة اسمها AM دي بتتحط مع الساعات لما تبقى صباحا وPM بتتحط مع الساعة لما تبقى مساء او بعد الظهر. يلا شوف الدرس بيتكلم عن ايه. lesson 1 connect plus 2 ابطال تانية ابتدائي. هالو هنا او هلو هنا. هلو معناها اهلا، هلو هنا يعني اهلا يا هنا. ردت عليها قالت لها هاي. خد بالك انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا ان هلو معناها اهلا وهاي برضو معناها اهلا. يبقى انا عندي كلمه اهلا دي ليها معنيين في الانجليش. اهلا يعني هاي واهلا يعني هلو. اهلا يعني هاي اللي هي اتش اي واهلا يعني هلو اتش اي دبل ال او. اهلا هلو اهلا هاي. يبقى قالت لها هلو هنا اهلا يا هنا. قالت لها هاي اهلا هاو ار يو كيف حالك يعني هاو ار يو. السؤال ده طبعا انا بديه من اولى ابتدائي. هاو ار يو كيف حالك يعني هاو ار يو. كيف حالك يعني هاو ار يو. طب ارد على السؤال ده اقول ايه؟ هقول I am okay يعني انا بخير. I am okay هنا معناها بخير. وممكن اقول اجابة تانية اللي هي I am fine يعني انا بخير هناخدها فيما بعد. طب السؤال هنا بيقول is this your ball يعني هل هذه كرتك؟ قالت لها yes it is نعم إنها هي. thank you شكرا. thank you أخدناها يعني شكرا. قالت لها see you soon بتتقال في الوداع. see you soon أراك قريبا. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في شرح lesson 1 الدرس الاول من منهج كونكت بلس 2 تانية ابتدائي ما تنساش تعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو. ما تنساش اللايك والشير. هنقرا مع بعض conversation محادثة. المحادثة دي هتوضح لنا ازاي ان انا استخدم التحيات في اللغة الانجليزية.
أول تحية بتقول good morning. good morning يعني صباح الخير. good morning مس سارة، صباح الخير يا مس سارة. خد بالك لما حد يقول لك صباح الخير انت بترد عليه بنفس التحية صباح الخير بالظبط. في الانجليش هنعمل كده، حد يقول لك صباح الخير اللي هي good morning ترد عليه بنفس التحية good morning. good morning الرد بتاعها هو نفس التحية good morning. بتقول good morning مسز سارة يعني صباح الخير يا مس سارة. قالت لها جود هي مس سارة بقى ردت قالت جود مورنينج هاني، صباح الخير يا هاني. هاو ار يو كيف حالك يعني هاو ار يو. يبقى هقول تاني صباح الخير معناها جود مورنينج، الرد عليها جود مورنينج. خد بالك ان بعد ميسيس سارة قبل ميسيس سارة في كما، هنا معناها يا ميسيس سارة، وقبل هاني في كما صغننه انا حاطه تحتها خط احمر صغير اهو، ده معناها يا هاني. مفيش في الانجليش حاجه اسمها يا، فاحنا بنحط قبل الاسم كما، يبقى انت حضرتك تعرف ان دي معناها يا ميس سارة يا هاني. how are you كيف حالك؟ رد قال I am fine thank you. I am fine thank you يعني أنا بخير شكرا. ممكن ترد على السؤال ده يا إما تقول I am fine أنا بخير، أو تقول I am okay أنا بخير برضو. يبقى السؤال اللي بيقول how are you how are you how are you كيف حالك؟ I am fine I am okay. يا إما تقول I am fine يعني أنا بخير، يا إما ترد تقول I am okay أنا بخير برضو. It's 7 AM. كنا خدنا AM يعني بتيجي مع الساعة صباحا. It's 7 AM يعني إنها 7 صباحا. It's time for school. It's time for school يعني حان وقت المدرسة. It's time معناها وقت. It's time for school ده وقت المدرسة. It's 7 AM. It's time for school. طب تعالى نشوف التحية اللي بعد كده بتقول إيه. بتقول good afternoon. good afternoon دي بتتقال معناها مساء الخير بس بعد الظهر. good afternoon الرد عليها نفس التحية good afternoon. مساء الخير الرد عليها مساء الخير. good afternoon هي الرد عليها برضو زي ما هي good afternoon. good afternoon يوسف يعني مساء الخير يا يوسف. قال لها good afternoon مس منى، مساء الخير يا مس منى. طبعا هي كانت قالت له ايه how are you، لسه واخدين دلوقتي يعني ايه how are you يعني كيف حالك. هو هيرد عليها يقول لها ايه I am fine thank you. I am fine thank you. ممكن يقول I am fine أو يقول I am okay. يلا نقراها كلها على بعض. good morning يوسف how are you. good morning good afternoon يوسف مساء الخير يا يوسف. how are you كيف حالك. قال لها good afternoon مس منى، مساء الخير مس منى. I am fine thank you. أو ممكن يقول لها I am okay يعني أنا بخير. في جملة كده على جنب بتقول it's 2:30 PM. طالما الساعة جه معاها PM ده معناه مقصود بيها مساء، يعني الساعة 2:30 مساء أو 2:30 بعد الظهر. it's time to go home. it's time يعني ده وقت أو حان وقت to go home أن نذهب للبيت. it's time to go home حان وقت الذهاب للمنزل. يلا نقرأ آخر تحية اللي تحت دي بتقول ايه good evening. اخدناها good evening يعني معناها مساء الخير، بتتقال في المساء. good evening الرد على good evening هي نفس التحية good evening. good evening good evening مساء الخير الرد عليها مساء الخير. يلا نقرأ كلها على بعض. good evening هنا يعني مساء الخير يا هنا. خد بالك ان قبل هنا في كما، هنا معناها يا. how are you كيف حالك. how are you كيف حالك. ردت good evening مستر أحمد. خد بالك الام ار دي هنا معناها مستر. good evening مستر أحمد يعني مساء الخير مستر أحمد. I am fine thank you. I am fine thank you. ممكن استخدم I am fine أو ممكن استخدمها I am okay يعني أنا بخير. طب في جملة تحت بتتقال it's 7 PM. it's 7 PM أول ما يحط الساعة ومعاها PM هنا PM معناها
مساء، الساعة 7 مساء. Dad has arrived home from work. يعني بابا وصل البيت من الشغل، يعني رجع البيت بعد الشغل بتاعه، بعد العمل بتاعه. Dad بابا has arrived لقد وصل home البيت after work